أذكر أيضا مقولة القس العظيم القمص مرقس سرجيوس الذي وقف على منبر الأزهر وقال: إذا كان الأقباط يتمسكون ببقائهم في مصر بحجة حماية الأقلية القبطية فليمت الأقباط جميعا ولتحيا مصر. هذه الوحدة الوطنية التي عاشها الوفد والتي عشناها جميعا كمصريين. سكت الست دي. قول يا مسكتها مش صدق تسكت. طب رامي قاعد معاك يا رامي قاعد معاك رامي. طب خليه قاعد معانا. طب الحمد لله. وانا جاي عشان خاطر النهارده. دي الوحدة الوطنية اللي صنعها أجدادنا. اللي بيحبنا يسمعنا. خلاص انا بتوع المطريه عارف انهم بيحبوني، وبتوع شبرا بيحبوني وبيحبوا رامي كمان، وبيحبوا عاطف الاشموني وطارق سباق وطارق المسيح. دي الوحده الوطنيه اللي صنعها ابائنا واجدادنا واللي سابوها لنا عشان احنا نحافظ عليها، بس للاسف احنا ما نعرفش قيمة هذا التراث الوطني العظيم اللي ابائنا المصريين مسلمين واقباط تركوه لنا، ويجب ان نحافظ عليه.